السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هشرح لكم خدعه اسمها كنت حاسس، والخدعه دي اسمها كده لانها متعلقه بقرايه الافكار او التوقع. الخدعه عباره عن ان انت بتجيب ظرف بيبقى فيه 3 كروت وبتقدر تتوقع اختيار الشخص. تعال نشوف الخدعه وبعد كده نشوف الشرح. قبل ما نشوف بقى الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد انزله. وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، هسيب لك اللينكات كلها تحت في الديسكربشن، وبالاخص انستجرام تعمل لي فولو هناك علشان خاطر انا هناك باخد راي المتابعين في حاجات كتير جدا، وبسمح للناس انها تسالني وبجاوب عليهم في الستوريز. ولو انت حابب تشتري خدعه مدفوعه هسيب لك برده لينك الستور بتاعي تحت في الديسكربشن لو عايز تشتري اي خدعه مدفوعه من الخدع بتاعتي. بس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نشوف الشرح. ان شاء الله النهارده اعلمكم خدعه توقع قويه جدا وسهله قوي، مش هتحتاج فيها غير حاجات بسيطه جدا. تعالوا نشوف الخدعه الاول بعد كده الشرح. الظرف اللي انت شايفه قدامك ده فيه 3 كروت. لو انت طلبت من الشخص اللي قدامك انه يختار اي كارت منهم، ونفترض مثلا نختار الولد ده، دلوقتي كان ممكن يختار اي حاجه، الاتنين او التسعة. لو جينا بصينا هنا على الاتنين هنلاقي ان الكارت عادي مفيهوش اي حاجه. لو بصينا على التسعة هنلاقي ان الكارت عادي مفيهوش اي حاجه. لكن الولد هو الكارت الوحيد اللي انا حاطط عليه اكس من البدايه. طيب في الشرح هتحتاج 3 كروت. انا مثلا هنا جبت 2 والتسعة هو ولد. كل اللي انا هعمله هجيب الولد احط عليه اكس، والاتنين والتسعة زي ما هم خلاص، والكروت تبقى بالشكل ده كده. بعد كده هجيب ظرف هكتب عليه من هنا 2 قلب، وجوه هكتب في الورقة دي توقع you will pick 9 of hearts، او انت هتختار 9 قلب. الورقة دي هطبقها كويس واحطها في الجنب هنا مكان ما انا كاتب 2 قلب خلاص. والخدعة هتبدأ بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. ده شكل الظرف على طول. اول ما تبدأ الخدعة لازم صبعك الابهام يبقى على 2 قلب. هتفتح تطلع الكروت وتقلب الظرف خلاص. ويا سلام لو الظرف ده مش شفاف، يعني ده ممكن يكون شفاف شويه في كارت جوه، يا سلام لو هو مش شفاف يبقى احسن كتير. هتطلب من الشخص ان هو يفكر في اي كارت وبعد كده يغير تفكيره. فاول نفترض ان هو مثلا اول مره فكر في 2 وغير تفكيره ل9. قول له حابب تفضل على الكارت اللي انت فكرت فيه اول مره، ولا حابب تفضل على الكارت اللي انت غيرت له؟ فهو ايا كان هيختار ايه. ولنفترض مثلا قال 9، خلاص انت عارف ان التسعة هي اللي جوه، فانت تقول له فير صح، هيقول لك اه. هتمد ايدك جوه تطلع الكارت تقول له بص الكارت فاضي ما فيهوش اي حاجه، وتوري له البريدكشن بتاعك. طيب لو هو اختار 2 هتقول له بص انا من البدايه عارف انك هتختار 2 لاني كاتب هنا 2 قلب احمر. ولو هو اختار ولد بكل سهوله هتقول له بص، طبعا مش هتيجي ناحيه الظرف خالص، تقول له ولد صح، كان ممكن تختار 9 أو 2، بس أنا عارف من البداية إنك هتختار ولد. عارف ليه؟ هيقول لك ليه؟ قول له لأن ده الكارت الوحيد اللي أنا حاطط عليه إكس من البداية. وبس كده، دي كانت جرعة سحرية بدون آثار جانبية. لو عجبتك الخدعة متنساش تعمل لايك وتكتب لي كومنت. ولو عندك أي أسئلة في الماجيك اكتب لي تحت في الكومنتس، واستنوا محتوى قوي جدا الفترة اللي جاية. شكرا.